في مصر وشوارعها قضينا عدة ساعات نسأل الناس لماذا سميت مصر أم الدنيا. وصلنا القلعة لتصوير آثار صلاح الدين ومحمد علي وغيرهم. هبة عبد الحكيم. انت باي صف؟ باي سنة؟ الثاني. ثاني اعدادي. وشاطرة في المدرسة؟ شاطرة ولا مثلي؟ كويس. كويسة. كان ترتيبك ايه السنة الماضية؟ انا كنت الخامسة. الخامسة. وعدد طالبات في الصف كم؟ مش عارفة الحقيقة. طيب انت جاية النهاردة ليه؟ انا جاية هنا عشان اتعرف على اثار مصر، لان مصر هي بلدنا، هي الام، هي الحياة. لما الواحد يكون عارف اثار بلده لازم يكون حافظها كويس، عشان دي بلده، هو اللي اتربى فيها وهو اللي عاش في خيرها. كويس. وانت زرتي ايه النهارده؟ انا زرت القلعة، زرت فيها جامع محمد علي وقصر الجوهرة. طيب وقصر الجوهرة شعرتي في ايه وانت داخلة؟ شعرت بان العظمة بتاعت اجدادنا بتاعت زمان، والاثار الجميلة، والحكماء اللي كانوا بيعيشوا ويحكموا بلدنا. كويس. انا سمعت انه عندكم هوايات انت عندك هواية معينة؟ هواية ايه؟ كتابة الشعر. تكتبي شعر؟ شعر ايه؟ بالفصحى ولا باللهجة المصرية؟ لا، بالعامية. كم قصيدة كاتبة حتى الآن؟ 16. 16. سمعينا واحدة منهم. نصيحة لك مني يا إنسان، تبعد عن طرق الزمان، واعتني بيها ونضفها وفرشها بحب الرمان، وزينها على قد ما تقدر، وعطرها بفل وريحان. وطبعا هيصونك الزمان، ولا يخليك قاعد حيران، أو يخليك فقير غلبان، أو رسام واخد الألوان على بحر ومرجعها عطشان. الله، أحسنتي. بابا شاعر؟ لا. ولا ماما؟ لا. مين في عيلتكم واحد شاعر؟ مفيش. ازاي طيب حبيت الشعر وبديت تكتبي فيه؟ دي موهبة، يعني الإنسان بيتولد بالموهبة دي، بالغزيرة اللي فيه. شكرا يا عمو. شكرا لك يا أختي. وأشكركم وربنا يوفقكم في مدرستكم. شكرا.